ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده هنعمل الكنتاكي باسهل وابسط الطرق ويمكن احلاهم كمان، بعيدا بقى عن كميه التوابل اللي بتبقى محطوطه لها دي، اللي بتغير طعم الفراخ كده وما بنحسش بطعم الفراخ، اكنك بتاكلي توابل بالظبط. تتبيله سهله وبسيطه وهتطلع معاكي زي اللي بره ويمكن احلى كمان. انا مش بأوفر بجد، بس هي بجد طعمها جميل جدا وزي اللي بره ويمكن احلى بجد، وبطبقة مقرمشة كده ومخرفشة زي اللي بنشتريها من بره. وبس كده. لو لسه اول مرة تشوفوني انا مي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبتدي. اول حاجة معايا فرخة كده بغسلها وانضفها وانقعها في مية وخل وليمون وملح، وبعدين احاول ان انا اقطعها قطع صغنونه كده، منه تستوي معايا بسرعه ومنه كمان عشان الولاد الصغننين كده ما تبقاش حجم القطعة كبيرة عليهم. وانا بقطعها احاول ان انا اخرم كده قطعة الفرخة بتاعتي عشان التتبيلة تخش جواها كده وتبقى شاربة التتبيلة وطعمها لذيذ. هحتاج للتتبيلة كوباية حليب ساقع من التلاجة، يا اما لبن رايب يا اما زبادي اللي متوفر، يا اما حليب عادي، ونص كوباية خل وبيضتين ومعلقة كبيرة توم مفروم. وكمان التوابل هحتاج 2 مكعب مرق الدجاج ومعلقة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسمر مطحون. بس كده التوابل، ودي بس التتبيله بتاعتنا اللذيذه. احط كله على بعضه في الخلاط واضربها ضربه كده، وبعدين نشوف هنتبلها ازاي. اهم حاجه تظبطوا ملحها كويس جدا عشان ما تبقاش الفراخ دلعه كده ومش كويسه. انا لما حطيت ده دقت الفرخه كده، يعني خدت نقطه كده، مش دقت الفرخه انا خدت نقطه كده من الصوص اللي احنا عملناه، التتبيله اللي احنا عملناه، ودقتها كده على طرف لساني، فحسيت ان هي محتاجة كمان شوية ملح فزودت كمان شوية ملح. تمام. نبدأ بقى نحط كده شوية تتبيلة من تحت كده، ونبدأ نغرق الفرخة بتاعتنا كويس جدا. نحط طبقة وبعدين نرش كمان شوية تتبيلة، ونبدأ نخلص التتبيلة بتاعتنا كلها والفراخ بتاعتنا كلها، وبعدين نغطيها وندخلها التلاجة تقعد لها يوم. أهم حاجة تقعد لها يوم، يعني أنا بعملها على بيات. التتبيلة اللي احنا عاملينها النهاردة لفرخة واحدة حجمها متوسط كده. اهم حاجة لو انتوا حسيتوا ان التتبيلة مش واصل لها قوي، حاولوا تهزوها كده وتظبطوها يعني، وتطلعوا فوق وتحت وتنزلوها كده، يعني تحاولوا ان انتوا توصلوا التتبيلة للفراخ كلها. وممكن كده يعني تاني يوم الصبح تقلبوها كده وتسيبوها بقى على ما تيجي ميعاد الغدا تظبطوها. وهنا بقى تاني يوم الصبح كده طلعتها من التلاجة وحاولت ان انا اقلبها كده عشان التتبيلة توصل لها كل حتة، وبرضك بالليل حاولت ان انا اوصل التتبيلة لكل حتة. نبدأ بقى نعمل الطبقة الخارجية بتاعتنا الكريسبي بقى الحلوة الجميلة. حطيت كوباية ونص دقيق منخول، وكمان عليهم 3 معالق كبيرة نشا، وحطيت كمان التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر ورشة شطة كده، يعني نص معلقة شطة كده عشان تبقى الطبقة الخارجية مشطشطة كده وحلوة ولذيذة كده. بس الطبقة الخارجية بتاعتنا اقلبهم تقليبة، بعدين بقى نجيب الفراخ بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. انا بقى من الناس اللي ما بتحبش تلبس جلافز خالص وهي بتشتغل، يعني كده بشتغل بايد تعمل في دقيق وايد تانية تطلع من التتبيلة كده. انا ما بحبش، لكن كل شوية اروح اغسل ايدي، انا بحب اقعد كل شوية اغسل ايدي. باخد قطعة الفراخ بتاعتي وانزلها في الدقيق واحاول ان انا اضغط عليها شوية، دي اول طبقة كده. بعدين بقى ابدا اخد الفرخة بتاعتي بعد ما عفرتها في الدقيق انزلها في التتبيلة، بعدين ارجع تاني احطها في الدقيق واديلها تقليبة كده، واحاول ان انا اوصل الدقيق كده لكل حتة، كل شوية اخبطها كده عشان تعمل الشكل اللي هو الكريسبي المخرفش اللي احنا بنحبه ده، اللي احنا بنموت فيه. وبس كده. وانا حسيت هنا كمان شوية ان الحتة ضيقة عليا كده ومش عارفة اغطيها تاني في التتبيلة، فهظبط الدنيا واحاول ان انا اصفي التتبيلة في حاجة تانية.
وانا شغاله كده بعمل الطبقه الخارجيه، اشغل بقى النار في طاسه كده في زيت غزير، وابدا ان انا اطلع من الدقيق احط على طول في الزيت بتاعي. ما تعملوش الكميه كلها مره واحده، احنا نبدا نعمل 3 ب3 على قد ما الطاسه بتاعتك تاخد. بتعملي الطبقه الخارجيه الدقيق، بتعفريها بالدقيق وتظبطيها، وعلى طول تقومي حطها في النار. واول ما خلاص تحمر وبقى تستوى وعرفنا ان هي استوت، نبدا نشتغل قبل ما نطلع من الزيت. نبدأ نشتغل في ال3 قطع التانيين. بسخن الزيت بتاعي كويس جدا، وبعدين ابدأ انزل الفراخ بتاعتي. واول خلاص بقى ما انزل ال3 قطع بتوعي، ابدأ ان انا انزل درجة الحرارة من العالي للمتوسط على حسب حجم القطعة بتاعتك قد ايه، الفراخ انتم مقطعينها قد ايه. يعني لو كبيرة قوي تخلوها على نار هادية شوية عشان تستوى كويس من جوه. لو متوسطة على حسب، يعني شوفوا انتوا بقى على حسب القطعة بتاعتكم عاملة ازاي. خلاص بقى مسكت نفسها كده من ناحية، ابدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية عشان بقى تاخد برضو تستوى من الناحية التانية. وبعدين بقى كل شوية احاول ان انا اقلب فيها لحد ما تحمر وتاخد اللون الجميل اللي احنا بنحبه. خلاص بقى الفراخ اتحمرت كده وخدت لون جميل، ابدا ان انا اطلعها في مصفى او على شبكه اي حاجه عشان تفضل محافظه على قرمشتها، عشان احنا لو حطيناها كده على منديل او مثلا فوق بعضها كده هتبدا ان هي تطرى كده. احنا مش عايزين كده، لكن هي لما نكون مفرشينها كده على ما تبرد خالص هتفضل محافظه على قرمشتها. لكن انتوا لو حطيتوها فوق بعضها كده وهي سخنه هتطرى. نبدا بقى نعمل الكميه التانية. انا بعمل الدور التاني اللي انتوا شايفينه ده، وزي ما انتوا شايفين هناك كده، يعني لو تلاحظوا الطاسه بتاعتنا هناك، ان الدور الاولاني اللي احنا لسه مطلعينه من شويه لسه هناك في قلب الطاسه. بس انا حبيت اوريكم الخطوه دي عشان كانت الاول كده الدنيا ضيقه، فحبيت ان انا اوريها لكم تاني. بنطلع الفرخه من التتبيله بتاعتنا، نحطها في الدقيق ونعفرها كده ونخبط عليها، وبعدين نبدا اننا ناخدها في التتبيله تاني. وبعد التتبيله نديلها كمان طبقه مرة كمان بالدقيق، يعني بنعمل دقيق بعدين في التتبيلة وبعدين في الدقيق، وبعدين نبدأ ان احنا نقليها على طول. حابين ان انتوا تعملوا مثلا تحطوها في التتبيلة مرتين وكده، براحتكم على حسب انتوا بتحبوا الطبقة الخارجية سمكها قد ايه. وكده بقى بعد ما خلصنا الفراخ بتاعتنا كلها وقليناها قد ايه ان هي بقى مقرمشه، اهم حاجه ان انتوا تحطوها في يا اما شبكه على شبكه كده يا اما مصفى. ولما تتصفى الدور الاولاني تبداوا ان انتوا تشيلوها تحطوها بقى في الطبق بتاعكم اللي انتوا هتقدموا فيه. دي ان هي مقرمشه، واخده الخرفشه الجميله اللي احنا بنحبها دي، يعني احلى من كنتاكي بجد. انا مش هأفور بجد بس هي حلوه طعمها جميل جدا. لان انا كذا مره ان انا جربت اللي هي بالتوابل الكتير دي، حبيتش، حسيت ان انا باكل توابل. لكن الوصفه دي بقى بتاعت ماما حبيبتي ربنا يخليها لي، الوصفه دي كانت بتعملها لنا من واحنا صغننين قوي، يعني من انا عندي 6 سنين كده كانت بتعملها لي. والله العظيم كانت لسه قايله لي، انا كنت بعملها وانتوا صغيرين قوي. هي على فكره مستويه وجميله زي الفل، لكن انا الفرخه بتاعتي كنت حطاها في الفريزر فتحسوا ان هي اللحمه بتاعتها حمرا كده، لكن هي مستويه. انا بجيب الفراخ بتاعتي كل فتره شويه، وبعدين احط الفراخ بتاعتي في الفريزر، ولما اكون محتاجه بقى اي حاجه ابدا ان انا اطلع الفرخه بتاعتي كده واقطعها واظبطها واشوف انا هعملها قد ايه، يعني ازاي. كده الفيديو بتاعنا خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.